3 حاجات فرقوا معايا وانا بكتب ابلكيشن منحه اتشيفنج لما اخدتها في 2017 وفي كل المنح اللي اتقبلت فيها الحمد لله بعد كده اجي اكتر من 16 منحه. اول حاجه انك تفكر في الاستراكشر قبل التكست نفسه، ايه شكل الاجابه بتاعتي قبل ما ابدا اكتب. يعني مثلا في ابلكيشن اتشيفنج بيقول لك اول سؤال كلمني عن الليدرشيب، عن القياده، فقبل ما تبدا تكتب الاجابه بتاعتك فكر الاول هو ايه شكل الاجابه بتاعتي هيكون عامل ازاي. يعني مثلا هبدا بمقدمه بسيطه وفيها كلمه تكون كاتشي شويه، كلمه تجذب الشخص اللي قدامي اللي بيقرا. بعد كده هبدا اقول المشكله اللي حصلت، ان انا هحكي موقف فهبدا اقول المشكله، بعديها هبدا اقول انا اتصرفت ازاي، بعدها هتكلم على تاثير التصرف دوت على الموقف نفسه والحل اللي حصل وعليا انا شخصيا، بعدها هتكلم على وجه الاستفاده من الموقف ده بشكل عام، واخر حاجه خالص هقول وجه الاستفاده ده بشكل عام ازاي غير رؤيتي للمستقبل وازاي ده يناسب اتشيفنج. فخلينا نقول كده انا حطيت شكل ستراكشر او تخيلت شكل اجابه مكون مثلا من 5 اجزاء لاجابه السؤال ده، فانا حطيت الاستراكشر ده، بعد كده ابدا اكتب الاجابه بتاعتي. ولما هكتبها الاستراكشر ده هيساعدني في ايه؟ اني بعد كده وانا بعدل عليها مش لازم تكون كل الاجابه مش كويسه، انا ممكن اقول الاجابه دي ناقصه حاجه، بس لو عندي الاستراكشر ده هقول ناقصه حاجه في الجزء الثالث، فانا هسيب بقيه الاجزاء موجوده وهغير فقط مثلا في الجزء الثالث وهكذا. تاني حاجه هي وجود الفيرجنز والدرافتس، بمعنى اني عاده كده وانت بتقدم على اي ابلكيشن او بتكتب موتيفيشن ليتر او حاجه، كل الناس اللي بتنجح الحمد لله بفضل الله بيكون عندهم كتبوا نفس الليتر ده 6 7 مرات، عندهم درافت 1 درافت 1.1 1.2 1.3 وبيكتبوا ده الفيرجنز يعني، وبيكتبوا الدرافت امتى اتكتبت في تواريخ ايه. فاللي بيحصل ان انت اول مره هتكتب اول نسخه بعد ما حطيت الاستراكشر، رجاء اقعد كده واكتب النسخه دي مره واحده كلها كامله، ما تقطعش فيها في اول مره، اكتبها كلها مره واحده، نزل كل اللي في دماغك على الورق، علشان المره دي هتبقى الاساس بعد كده ان انت تبدا تبني عليه وتعدل واحده واحده بناء على الاستراكشر الاولاني. يعني اكتب اجابتك مره واحده وسميها دي مثلا فيرجن 1 درافت وتكتب تاريخ اليوم. تيجي تاني يوم تقوم باصص تاني على الاجابه تقراها مره واحده كده، تقول والله الجزء ده انا ممكن اعدله شويه، طب الكلمه دي ممكن اعدلها شويه. بعد ما عدلت ما تعملش سيف على نفس النسخه دي، سيف في نسخه ثانيه خالص سميها مثلا فيرجن 1.1 درافت وتكتب تاريخ اليوم بتاع النهارده، لان انت ممكن تيجي في ثالث يوم وانت بتراجع تقول والله الفكره بتاعت اول يوم كانت احسن، طب انا عايز ارجع لها، طب هي فين؟ هتقوم جايب النسخه بتاعت امبارح وتشوفها وتاخد حته من هنا تحط على حته من هنا والحلو من هنا على الحلو من هنا وتبدا تكون النسخه النهائيه بتاعتك. فمهم جدا جدا انك تسيب كل نسخه كتبتها تسيبها محفوظه عندك في رقم فيرجن معين والتاريخ اللي انت كتبت فيه الفيرجن دوت من الاجابه بتاعتك. ثالث واخر حاجه اعتمدت عليها هي الفريش اي والاكسترنال فريش اي. فريش اي دي يعني عينك انت تشوف الحاجه من جديد تاني يوم وكانك شخص جديد خالص. بعد ما كتبت الاجابه بتاعتي النهارده مثلا في السؤال الفلاني، اقوم تاني يوم ابص على الاجابه من جديد، انا خلاص فصلت عن الموضوع ونزلت وخرجت واكلت وشربت واليوم عدى وجيت تاني يوم بقى انا شخص جديد، ببص تاني على الاجابه اللي كتبتها واقول تصدق الحته دي مش واضحه والحته ديت ممكن احسنها اكتر. فالفريش اي ان انت تشوف اجابتك بعد ما تكون فصلت انت وكانك شخص جديد بتشوف الاجابه بتاعتك، فهتفرق معاك جدا في التعديلات. الاكسترنال فريش اي دي انك تدي النسخه بتاعتك ديت او اللي انت كتبته ده اديه لشخص اخر، مش لازم يكون خبير في المجال ولا التقديم في المنح ولا كلام من ده، اديه لاي شخص بس بيعرف انجليزي كويس ويكون حريص على مصلحتك، قول له اقرا الاجابه دي وقول لي ايه رايك. عارف انت لما تحكي او تكتب موقف، الموقف ده انت عارفه بتفاصيله كامله، عارف اللي مش مكتوب او اللي مش مذكور، فبالتالي اي حاجه هتكتبها انت هتكون فاهمها، ولكن ممكن ما تكونش واضحه لغيرك، ممكن غيرك ده مش فاهمها، فمهم جدا اديها لحد خارج عنك، حد ما يعرفكش وما يعرفش الموقف ده، وقول له اقرا مثلا القصه اللي انا كاتبها دي او الرد اللي انا كاتبه ده، شايف الرد ده كويس؟ شايفه مفهوم للي قدامي ولا لا؟ شايفه منطقي؟ الكلام بتاعه منطقي ماشي بشكل منطقي ولا حاسس ان في حاجه ناقصه؟ الفيدباك اللي هيقوله لك او يعني الرد بتاعه ده اهتم بيه جدا جدا، لان هو ده بالظبط هيبقى الفيدباك او الامبريشن او التصور بتاع الشخص اللي قدامك اللي هيحكم في ابلكيشن المنحه وهيقراه. فمهم جدا ما تقعدش تدافع عن نفسك، هو مش هجوم ودفاع، اسمع من الشخص الثاني ده الاكسترنال فريش اي ده رايه ايه وايه الاجزاء اللي مش واضحه بحيث ان انت تقدر تعدلها. ومش دايما طبعا يكون رايه صح، انت بتسمع منه وبتسمع كل الاراء وبعدين بتقعد مع نفسك وتشوف ايه اللي تقدر تعدله وايه اللي شايفه ان هو مناسب. فالثلاث نصايح دول هم اللي هيساعدوك تكتب ابلكيشن منحه ناجح ان شاء الله، او رد على اسئله اي ابلكيشن شغل باذن الله.